الشخصية المصرية فعلا تمتلك بصمة خاصة جدا في موضوع الفكاهة، لدرجة أن خفة الدم أصبحت تصنف كسمة قومية. وهذه الظاهرة ليست وليدة صدفة، بل هي مزيج من عدة عوامل تاريخية واجتماعية ونفسية عميقة، ونذكر منها: تاريخيا واجه الشعب المصري تحديات وصعاب كثيرة عبر العصور. وجد المصريين أن السخرية هي أقوى سلاح لمواجهة الضغوط، بدلا من الاستسلام للهموم. يتم تحويل الأزمة إلى نكتة، مما يقلل من حدة التوتر النفسي ويجعل الواقع القاسي قابل للاحتواء. اللغة العامية المصرية غنية جدا بالمصطلحات التي تحمل أكثر من معنى، مما يفتح مجال واسع للتلاعب بالألفاظ. المصري لديه قدرة فطرية على التقاط تفاصيل المواقف وصياغتها في جمل قصيرة ومفاجئة، وهذا هو جوهر الكوميديا. المجتمع المصري مجتمع عشري بطبعه، يميل للتجمعات والجلوس على المقاهي والاختلاط اليومي. هذا الاحتكاك المستمر خلق نوعا من المسرح المفتوح في الشارع، حيث يتسابق الجميع في إلقاء التعليقات الساخرة لإثبات الحضور الاجتماعي والذكاء. مصر كانت وما زالت منجم للكوميديا في العالم العربي. أجيال تربت على مدارس إسماعيل ياسين وفؤاد المهندس وعادل إمام وسمير غانم، مما جعل الهزار جزءا من التكوين الثقافي واليومي للشخصية المصرية، وليس مجرد وسيلة للترفيه. هناك فلسفة غير مكتوبة عند المصريين تقول أن الضحك يطيل العمر. الضحك بالنسبة للمصري ليس استهتار بالمشاكل، بل هو نوع من الترفع عليها. كما يقول المثل الشعبي: الهم يضحك، وهي عبارة تلخص كيف يمكن للألم أن يتحول إلى مادة للسخرية. أعتقد أن المكان يفرض نفسه على روح الفكاهة، فمثلا القاهرة أشبه ما تكون بمجمع أو نقطة تمركز كتلة بشرية نابضة، فالزحام الشديد والتقارب بين الناس في الحارات والشوارع الضيقة جعل من الفكاهة ضرورة اجتماعية، فهي بمثابة ممتص صدمات يلطف الاحتكاك اليومي ويحول الضيق إلى ضحكة مشتركة. لو تأملنا شوارع القاهرة التاريخية سنجد أن روح السخرية والبهجة محفورة حتى في تفاصيل الحياة. فثقافة ابن البلد، الشخصية التي نشأت في أحياء مثل الجمالية والحسين، تتميز بالذكاء الاجتماعي، حيث تستخدم النكتة لكسر الحواجز بين الغرباء وسرعة البرق. المفارقة بين العظمة والبساطة في العيش وسط آثار شامخة وتاريخ يمتد لآلاف السنين، مع ممارسة الحياة اليومية بسيطة جدا، خلق عند المصري نوع من الفلسفة الساخرة التي ترى في الدنيا حالة متغيرة لا يستحق الحزن الدائم. القاهرة مدينة لا تنام، والضجيج المستمر فيها ولد سرعة بديهية فطرية، فالمواطن المصري يضطر إلى خطف الضحك وسط صخب الحياة، وهذا ما نسميه بين قوسين الإبداع تحت الضغط. وأخيرا نقول: شعب جميل بابتسامته وضحكته وكلماته.